انا بجد لحد امبارح كنت بكره كابتن سيد عبد الحفيظ جدا جدا بطريقه انت مش متخيلها. اتحول امبارح والله العظيم الكره ده لحب كبير قوي وتقدير خاص للراجل ده بجد والله العظيم، ما كلام ولا شغل فيديوهات ولا الشغل ده خالص. انا بقيت بحب كابتن سيد عبد الحفيظ وبقيت بحترمه جدا بجد بره الكوره خالص. حقيقي مش متفاجئ خالص من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي دوت، لكن يعني بوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني ايه الجدعنه وايه الرجوله؟ ده الواجب وكل حاجه، محدش عنده اختلاف على كده، بس الراجل ده كان من اول الحاضرين على الصلاه على كابتن محمد صبري، اللي ان الموضوع اصلا يعتبر يعني جه بسرعه. في اللي كان نايم وفي اللي كان ممكن يعمل ان هو مش عارف الخبر، في اللي كان ممكن يعمل اي حاجه. لو ما كانش جه اصلا كابتن سيد محدش كان ياخد باله، لان كابتن سيد مش من الناس اللي زامله محمد صبري مثلا في الزمالك، ولا هو اقرب الناس ليه، الله اعلم، ما اعرفش علاقتهم ببعض ايه. ولكن انا جاي اديك مثال بكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو بقى ايقونه الاهلاويه وايقونه الشطشطه والمش عارف ايه والتصريحات والكلام ده. عندك مثلا كابتن محمد صبري اعلامي قناه نادي الزمالك، اللي هو اصلا كان الاهلاويه بينتقدوه، كان حقيقي مش مستغرب خالص من جدعان الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولا ان هو يعرف في الاصول ولا الكلام ده، لان احنا كمصريين والله العظيم دي حاجه مش جديده علينا، سواء حتى كان جمهور اهلي او جمهور زمالك. في المواقف اللي زي دي دايما بنكون حاضرين ودايما بيكون قلبنا على بعض، ودايما كل جمهور بيحس بوجع الجمهور التاني، تحس ان احنا واحد. فبجد مش جديده ولا غريبه على كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي انا فعلا بقيت بحبه بره كره القدم. حاجه تانية كده خدت بالي منها، انت تعرف ان كابتن هشام حنفي نجم النادي الاهلي واعلامي النادي الاهلي، اللي هو كان يعتبر موازي لكابتن محمد صبري وبيدافع عن النادي الاهلي في القناه ودايما مش عارف ايه والنكش والشطشطه والحاجات دي، هو اللي نزل دفن كابتن محمد صبري؟ انت متخيل؟ شفت بقى ان هي مش مستاهله؟ شفت بقى ان احنا بنحرق وبنوجع قلبنا في حاجات في الاول في الاخر هي ملهاش حاجه، دي لعبه، دي كوره. قبل ما تخسر صاحبك، قبل ما تبقى متعصب ومعمي، قبل ما تبقى عايز تشتم حد وتخوض في عرض حد وتعمل اي حاجه غلط تغضب ربنا، افتكر في الاول في الاخر ان دي لعبه ملهاش اي 30 لازمه.